اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأمرنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم حبايبي بناتي واخواتي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بقى زي ما بقول لكم دايما، طول ما عندك دقيق يبقى عندك خير في البيت. ده كان معايا حوالي نص كيلو دقيق. كنت الصبح بدري كده وعيالي نايمين، فطلع في دماغي كده ايه، اعمل شويه كسكسي كده العيال يقوموا يفطروا بيهم على الصبح. ده نص كيلو دقيق، حطيت له نص معلقه ملح، وهوريكي بقى تعمليه بطريقة سهلة ازاي، ولا صعب ولا اي حاجة. دي كوباية مية، بتاخدي حبة حبة بس كده على الدقيق، وتقعدي تفركي فيه كده اهوت لغاية الدقيق ده كله يبقى عامل زي حبات الرمل كده مندي. هتوقفي مية امتى؟ تندي الدقيق وتوقفي عنه المية امتى؟ لما ما تلاقيش في صينية الكسكسي اللي انتي بتعمليه ده او الدقيق اللي بترش عليه مية يكون مفهوش خالص دقيق بودرة. وانا واحدة واحدة كده هوريك اهو. يعني انا حتى الفيديو طويل شوية علشان خاطر الخطوات دي تعرفي تعمليها ازاي، ما يبقاش يعني انا بعمله لوحدي ابتديلك الخطوة بتاعته بعد كده ان انا اوقف. لا، انا هفضل معاكي قدام الكاميرا لغاية ما انتي تشوفيه بنمشي ازاي واحدة واحدة. تحطي بين بطن ايديكي الاتنين كده وتقعدي تفركي. الكسكسي ده انا ما كنتش بعرف اعمله، يعني كان جوزي الله يرحمه على طول بالله عليكم تترحموا عليه معايا، الله يرحمه ويرحم جميع امواتنا واموات المسلمين يا رب. كان على طول بيطلبوا مني خصوصا في المواسم. هو كان بيجيبه جاهز ويقول لي ايه، اعملي لي عليه اللحمه الضاني دي، اعملي جنب البط. بصراحه انا طول عمري في بيت ابويا كنت باكله بسكر وعليه الزبيب والمكسرات كده، نرش عليه لبن، سكر بودرة. ما كناش بناكله بصراحة بالبط او بالشوربة او باللحمة. هو قال لي لا، احنا بنحبه باللحمة او على زفر يعني. فانا بصراحة كان اي حاجة هو بيحبها انا كنت بحاول ان انا اتعلمها، وما كنتش من النوع اللي هو بيحب يتعلم الحاجة بالبق كده يعني. اعملي كذا كذا و... وانا بقى اتعلمتها واخد كده لا، باحب آخُدها من مكانها الصح. هو كان بيحب ياكله بصراحة في المنوفية هناك، فأنا اتعلّمت طريقة الكسكسي في المنوفية، بس بصراحة مش بالكَبّة بتاعة الخلاط أو بالمفرمة بتاعة الخلاط، كان على الغُربال بقى. كنت باجي هنا وباعمله واشتريت الغُربال وكنت باعمل بيه، بس بصراحة لقيته إن بالخلاط وبالكبة بتاعته. انا الاول بعد كده لما اتعلمت بالغربال كان عندي الكبة شغالة فكنت بعمله بالكبة. مفيش كبة تعمليه في المطحنة بتاعت الفلفل بتاعت الخلاط بتاعتك. طبعا بتمسحيها كويس وتنضفيها قبل ما تحطي فيها الدقيق. دي اسهل طريقة يعني. بصي، ما هو من سهولته آه يعني بقولك قمت الصبح هما حبة الدقيق جوه كده، قلت ايه، يصحوا عيالي كل واحد ياخد طبق كده يفطر بيه، فالله يمسيها او يصبحها بالخير اللي علمتهولي يا رب ويجعله في ميزان حسناتها. فانا بقى قلت اما اعملهولكوا زي ما ايه،
بالاستسهال بقى، من غير غربال ومن غير وجع قلب ده كله. مطحنة الخلاط بتاعتك كده واعمليه. هو النص كيلو حوالي خد معايا بقولك نص معلقة ملح وكوباية مية. تفضلي بقى تفركي كده وهوريكي. بصي بقى هنا انا قعدت ارغي معاكي شوية لغاية ما وصلتك للمرحلة دي ان انت بقى خلصت خلاص المية. بصي في قعر الصينية ما تلاقيش بقى بودرة الدقيق دي خالص. كده تعرفي ان انت خلاص الدقيق بتاعك مش محتاج مية تاني. تروحي ماسكة بقى كوباية الخلاط بتاعتك وفي ثانية كله قدامك دلوقتي هتلاقيه منتهى السهولة يعني. فهنا بقى اتعلمت ان انا اعمل الكسكسي من حبايبي واخواتي اللي في المنوفية. دي الصينية دي بقى المصفى دي بتحطي فيها شاشة او بتحطي فيها كيس مخدة عندك قطن، بس عن شرط انت ما عندكيش شاشة ولا عندكيش حاجة مخصصة وانت اول مرة تعمليه ولازم وطلع في دماغك خلاص انت هتقومي دلوقتي تعملي الحتة او كيس المخدة اللي انت هتعملي فيه ما يكونش ريحته الصابون والربص اللي انت بتعمليه، لان هتلاقيه يطلع ريحته في الدقيق بتاعك او الكسكسي بتاعك. فيفضل بقى انت تكوني عاملة قطعة قماش او حتة شاشة مخصوصة للمعجنات اللي زي دي، علشان ما تجيش تعمليه تقومي في دماغك دلوقتي تقومي تعملي تطلعي حتة من الدولاب طبعا هيكون مكانها ربصه، مكانها صابون، مكانها الروايح بتاعت ال المسحوق يعني اللي انت بتغسلي بيه. لا الحاجات دي بتاعت الاكل بتبقى بتتشطف بميه بتتنشر مثلا على الباب بتاع اوضه على او نشريه في البلكونه عادي، بس ايه ده مخصص للاكل. معلومه يعني قلت اما اقولها لك كده ايه على الماشي. كده انا بقى بشتغل في الضرب في الخلاط، ويعني انا اتعمدت ان انا اعمل اكبر وقت ممكن اضربه قدامكم عشان اوريكي ان هو ما خدش معايا وقت. الوقت كله اللي بتسيبيه مثلا يعني الصبح كده هو وراكي ترويقك وراكي حاجتك تعمليها خلاص عملتيه اهو، بتروحي سايباه بقى حاطه الميه على النار وتحطيه على المصفى وبتسيبيه بقى حوالي ساعة وربع او ساعة ونص على النار. بس كده هو ده يعني منتهى السهولة معاكي ازاي. بصي بقى تروحي بقى برمى حتة القماش او كيس المخدة او الشاشة اللي انتي بتعملي فيها وتكمريها كويس كده، وهو بقى بخار المية مع المية اللي بتطلع من الحلة. اعذروني بقى انا اللي مصورة، ما انا بقول لكم كانوا عيالي نايمين واعتمدت بقى على نفسي. حلة المية اهي فيها ربعها مية. وتحطي بقى المصفى على قد الحلة كده. هنا ما لقيتش الغطا هيبقى كبير قوي على إنه يغطي المصفى كلها، سبته بقى. قومي بقى روقي شقتك، اقعدي قدام التلفزيون شوية. هنا بقى سبته ساعة ونص. بصي بيفرفط اهي قدامي. انا على فكرة كنت حطيت معلقة السمنة هتلاقيها اللي في الجنب اللي ايوه اللي هي جت على جنب دي، فكنت فاكرة نفسي بصور. هنا بقى رديت الكسكسي بتاعي بمعلقتين السمنة دول، واروح مغطية عليهم ايه نص ساعة تاني. هنا بقى بصي عايزة اقولك على حاجة. هنا انا لو مسكت الكسكسي هيفرط في ايدي، بس انتي ما فرطش لقيتي حتت معجنة معاكي ولا حاجة او مكلكعة، بتعملي ايه؟ تصبري على الكسكسي لما يبرد خالص وتضربيه في كوباية الخلاط.
هنا بقى لما حطيت له معلقتين السمنة، يا خبر ابيض على ريحته. في ناس بترده بالمية، في ناس بترده بلبن، وفي ناس بترده بالسمنة. انا بحب ارده بالسمنة بصراحة، ولو سمنة بلدي يبقى عسل قوي او زبدة صفرا. بص بقى، عايزة بقى تاكليه مع اللحوم او البط، او تعمليه بشوية سكر بودرة كده ومكسرات، براحتك. حاجة بقى بيتي وشغل ايديكي. ما تنسينيش بقى بالاشتراك. سلام عليكم.